المشاهدون الأكارم، سعدتم مساءنا أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، نسهلها بالعناوين. إحياء ذكرى تأسيس مصنع فريد هولز في أسمرة. كلية دبر سيناء الدينية تخرج 221 طالبا. مديرية أفعبت تشهد أجدة نفير تشجير واسعا. الولايات المتحدة تجري عملية تبادل أسرى مع حركة طالبان. بلينكن يجتمع بوزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان ويدعو إلى إرساء سلام قوي. وارتفاع ضحايا زلزال قوي هز المكسيك إلى قتيلين على الأقل. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم اليوم 20 من سبتمبر إحياء ذكرى 30 لتأسيس مصنع فريد هولز في قاعة الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا بحضور كبار المسؤولين في الدولة وممثلي مصنع فريد هولز وكذا ممثلي منظمات الأمم المتحدة ووزارة الصحة ورجال الدين. وقال المدير العام بالإنابة لقسم الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور عند برهانتس فاسيون، قال إن فريد هولز من الأصدقاء الأزليين والداعمين الدائمين لبرنامج طب العيون في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا منذ العام 1987، فيما تعكس زيارته إلى الأراضي المحررة وتفقده لمركز طب العيون من جهة، ومساهمته لتطوير القدرات البشرية وإدخال المعدات المتطورة من جهة ثانية تعكس تعهداته. من جانبه أوضح مسؤول البرنامج الوطني لمكافحة العمى السيد ألم زكرياس أن البروفيسور فريد هولز قدم إسهامات مقدرة لأنشطة طب العيون بعد زيارته القاعدة الخلفية للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. وقدمت في مناسبة إحياء الذكرى منشورات تبين تجارب مستشفى برهان عيني في خدمات طب العيون وشراكته مع مصنع فريد هولز وجهود مكافحة مرض التراكوما في إريتريا ودور القدرات البشرية في طب العيون والبرامج المستقبلية وكذا مناقشتها. كما قدم عرضا لفيلم وثائقي يعكس مساهمة البروفيسور فريد هولز في إريتريا. وسيشمل برنامج إحياء الذكرى الذي يستمر حتى 24 من سبتمبر خدمات صحية مجانية لطب العيون وزيارات للمراكز الصحية ومحاضرات صحية. الجدير بالذكر أن جهود وتفاني البروفيسور فريد هولز لضمان صحة العيون مكنت من الحصول على جائزة عالمية. خرجت كلية دبر سيناء الدينية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية في 17 من سبتمبر 221 طالبا. وحضر مراسم التخرج نيافة الأنبا قيرلس البطريرك الخامس للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية، وقد تخرج 194 بالعلوم الدينية العامة، فيما تخرج 27 بمهن تدريسية مختلفة. وأوضح في المناسبة أن المتخرجين بمهن التدريس تخرجوا بمستوى الدبلوم، فيما تخرج 10 من المتخرجين بالعلوم الدينية العامة بمستوى الدبلوم أيضا، و160 بينهم 71 متخرجة بمستوى الشهادة، وقد تخرج 24 بالكهنوت. في الختام وزعت الشهادات على المتخرجين والميداليات والكؤوس للمتفوقين. تشهد 6 ضواحي في مديرية أفعبت إقليم شمال البحر الأحمر تنفيذ أنشطة نفير واسعة بهدف غرس 13,000 شتلة. وأوضح السيد جمال إدريس من مكتب سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية أفعبت بأن شتول الأشجار أعدت في مشتى الحليب منتل بإقليم عنسبة، حيث توجد الشتول المزروعة في وضع جيد. وذكر عن وجود خطة لزرع 50,000 شجرة هذه السنة، لكن الخطة لم تنفذ كاملا لتأخر هطول الأمطار ومصاعب النقل، داعيا لإقامة مشتل في المديرية نظرا لأهميته البالغة في إنجاز مهام التشجير.
ودعا المشاركون في النفير لإجراء حراسة مشددة تسهم في منع قطع الأشجار وتساعد في إنجاح أنشطة التشجير. تلقى 25 معلما وعاملا في المؤسسات الحكومية في مدينة دكام حريت دورة تدريبية حول لغة الإشارة امتدت إلى فترة أسبوعين. وأوضحت الأستاذة إكرام إدريس إحدى المشرفين على التدريب أن الهدف ساهم في رفع وعي المجتمع بخصوص لغة الإشارة وتخفيف مصاعب الصم. وقال رئيس جمعية المكفوفين السيد ولد ميكائيل سالم إن المتدربين باعتبارهم معلمين وعمال قطاع عام لهم دور كبير لتقوية وتوسيع فرص الصم. من جانبه أوضح مسؤول فرع جمعية الصم السيد موسى بلاي وجود 30,000 من الصم تقريبا في الإقليم الجنوبي، لكن المنضوين تحت الجمعية لا يتعدون 500 فقط، مشيرا إلى أهمية التدريب المقدم في دكام حرم. كما أهابت مسؤولة التعليم في مديرية دكام حرم بتعزيز التعاون لتنظيم دورات تدريبية مماثلة. وتشير وثائق جمعية الصم بأن لغة الإشارة في البلاد موجودة منذ 70 سنة. شهدت مديرية قدايف في الإقليم الأوسط في 18 من سبتمبر الجاري لقاء جمع بين الشرطة والمواطنين، وقد تركز حول مواجهة ومكافحة الجرائم. ودعت قائد المركز السابع للشرطة الإريتريا في الإقليم الأوسط الرائد مريم محمد المواطنين لرفع وعيهم وتعزيز التعاون الجيد الجاري مع الشرطة، وكذا الحد من الإهمال في التعاملات المالية والعينية المساهمة في ارتكاب الجرائم والمخالفات وكشف الجنايات للمساءلة القانونية. وأشارت إلى ارتكاب 101 جريمة و613 مخالفة خلال 6 أشهر الماضية، موضحة القبض على أغلب المجرمين، مناشدة في الوقت ذاته لتعزيز تعاون المواطنين للقبض على المجرمين الآخرين. وأردفت الرائد مريم تغريم 400,000 نقفة للمركبات المخالفة لقوانين المرور كالسيارات وعربات الكار والدراجات الهوائية وغيرها من المركبات. وقالت مديرية قدايف السيدة تبلس التولدي أن الوقوف ضد المخالفات وارتكاب الجرائم من قيم المجتمع الإريتري السمحة، لذلك يجب على كافة المواطنين ضرورة العمل الجاد للحفاظ على القيم الوطنية والشعبية الحميدة، مناشدة كافة المواطنين المساهمة بفعالية من أجل السلام والأمن للمنطقة. وقدم المشاركون آراء بناءة وفعالة مؤكدين جاهزيتهم لتعزيز تعاونهم مع الشرطة. هذا ويغطي المركز السابع للشرطة مديريتي قدايف وقال نفعي. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أجرت الولايات المتحدة وحركة طالبان عملية تبادل أسرى وفق ما أعلن وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي. وسلمت الحركة جنديا أمريكيا سابقا مقابل الإفراج عن زعيم حرب سابق هو حليف كبير لنظام حركة طالبان. ووفق عدد من المسؤولين في الحكومة الأفغانية، فإن بشير نورزاي زعيم الحرب الأفغاني المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة بعد إدانته بتهمة الاتجار بالهيروين قد وصل إلى كابول. وأوضح الناطق باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد أن بشير نورزاي لا يشغل أي منصب رسمي داخل حركة طالبان، لكنه قدم دعما كبيرا بما يشمل الأسلحة خلال بروز الحركة في السبعينات. حض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على إرساء سلام مستدام بين أرمينيا وأذربيجان، وذلك خلال لقاء جمع وزيري خارجية البلدين للمرة الأولى منذ الاشتباكات الحدودية الأخيرة بينهما.
وفي نيويورك عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلس وزيرا خارجية أرمينيا أرارات ميروزيان وأذربيجان جيحون بيرموف على جانبي بلينكن، وقد بدا عليهما التجهم. واعتبر بلينكن أن عدم وقوع أعمال عنف منذ أيام أمر مشجع، وقال أن التوصل إلى التزام دبلوماسي قوي ومستدام هو السبيل الأفضل للجميع. وأعلن مجلس الأمن القومي في أرمينيا ارتفاع حصيلة قتلى المعارك التي دارت الأسبوع الماضي من 236 إلى 207، ما يرفع حصيلة القتلى لدى الجانبين إلى 286. وشكل التصعيد الذي سجل الأسبوع الماضي أعنف مواجهة بين الجانبين منذ الحرب التي دارت بينهما في العام 2020، ما هدد بنسف عملية السلام الهشة بين الجارين اللدودين. ارتفع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي هز المكسيك إلى قتيلين على الأقل، وألحق أضرارا ببنيات وتسبب في انقطاع الكهرباء ودفع سكان العاصمة مكسيكو سيتي للنزول إلى الشوارع تحت أنفسهم. وهز الزلزال الذي بلغ شدته 7.6 درجة غرب المكسيك في ذكرى وقوع زلزالين مدمرين. وقالت السلطات إن الشخصين لقيا حتفهما في مدينة مانزانيو الساحلية المطلة على المحيط الهادي، أحدهما سحق في انهيار واجهة أحد المتاجر، بينما عثر على الآخر متوفيا في مركز تجاري. كما أفادت السلطات بوقوع أضرار في مستشفيين بولاية ميشواكان في غرب البلاد قرب مركز الزلزال، التي كانت تقع في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة من المكسيك. وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 59 كيلومتر جنوب كوالكوان في ولاية ميشواكان على ساحل المحيط الهادي، وعلى بعد 400 كيلومتر غرب العاصمة مكسيكو بحسب خبراء الزلازل. الخبر الأخير في هذه النشرة: سجل معدل التضخم في اليابان في شهر أغسطس 2.8% في مستوى هو الأعلى منذ 2014، وساهم في بلوغه خصوصا ارتفاع أسعار الطاقة بحسب ما أظهرت بيانات حكومية. والمرة الأخيرة التي بلغ فيها معدل التضخم مثل هذه النسبة المرتفعة كانت قبل 8 سنوات، وقد نجمت يومها عن زيادة السلطات الضريبة على القيمة المضافة. وباستثناء السنوات التي تسببت فيها زيادات الضريبة برفع معدلات التضخم بنسبة قوية، فإن وتيرة التضخم في أغسطس هي الأسرع منذ ما يقرب من 31 عاما. وتأتي هذه البيانات قبيل الاجتماع المقرر أن يعقده هذا الأسبوع البنك المركزي الياباني الذي، وخلافا لما فعلته مصارف مركزية في اقتصادية نظيرة أخرى، تمسك بسياسته النقدية الشديدة التساهل. ختاما نشرة هذا المساء، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. إحياء ذكرى تأسيس مصنع فريد هولس في أسمراء. كلية دبر سيناء الدينية تخرج 221 طالبا. مديرية أفعبد تشهد أنشطة نفير تشجير واسع. الولايات المتحدة تجري عملية تبادل أسرى مع حركة طالبان. بلينكن يجتمع بوزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان ويدعو إلى إرسال سلام قوي. ارتفاع ضحايا زلزال قوي هز المكسيك إلى قتيلين على الأقل. هكذا انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.